السلطه تعملها دي جامده قوي. الو مبروك يا مروان. بدر واحدة بس واحدة كهربا 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 صورة. طيب بس كهربا ثواني مش داخل حد. عديني طلع لايف على الصفحة. بس سجل بس يا حبيبي. ثواني يا جماعه. زكريا عامل ايه؟ ثواني مش مشكله. بقول لك ثواني. ايه انت سيادة العميد ثواني لايف محمد بيه قال ثواني. لايف على الصفحة. ثواني ما انا برد عليك. لايف عشان صوتك بس ما يطلعش. عندنا يا شباب بعد اذنكم الكاميرا تخش بعد اذنك كده يا ابو ريس. الكاميرا تخش بعد اذنك. دخل الكاميرا. الكاميرا تخش يلا. الكاميرا بس تخش. الكاميرا بس تخش يا ريس. يلا بعد اذنك. خلاص خليك الكاميرا تخش بس بقى مع التلفزيون بس. طب دخلني يا مركز الاعلامي. شكري. ممكن نقعد بعد اذنكم. معالي الوزير ممكن نقعد بعد اذنكم. ممكن نقعد بعد اذنكم. انا سامح امشي. يلا كابتن. بعد اذنكم بس واحده بس. دبرك يا فندم.
رجاله خدوني صوره. الاعلام بعد اذنكم، نقعد بعد اذنكم، نقعد بعد اذنكم. بعد اذنكم خلاص بقى، نقعد بعد اذنكم. نقعد. محمد لو سمحت كله يقعد بقى مكانه بعد اذنكم عشان يبدا. رازيكو ايه ده مش واخد بالك؟ عامل ايه؟ خلاص يا جدع احنا في فرح عزوليه بس فرح والكاميرا تيجي عليكم وانت بتاكل. مش عايز حد بقى اللي مش كله بره. ونقفل الباب. شكرا. اللي مالوش لازمه بعد اذنكم ونطلع بره ونقفل الباب. اللي واقف مش عايز حد واقف خالص. بعد اذنكم كله يقعد. الله بالصفحه الرسميه. اقعدوا. يلا. قالوا له مين مش عايز حد واقف. يلا بعد اذنك. الصفحه الرسميه. صفحه لايف الصفحه الرسميه الاهلي. الاهلي ده تقول ايه بقى للنزال؟ انا فاضيه. مش عايزين حد واقف بعد اذنكم. شكرا. طبعا يا كابتن يعني بعد اذن حضرتك احنا ده حلم بقاله 7 سنين. كنا صدقنا نعمل حاجه سريعه جدا جدا عشان نحتفل باعظم فريق في الكون. تحيه ليك اول فريق النادي الاهلي. شرفتونا ورفعتوا راسنا، فرحت شعب بحاله. 70 مليون 80 مليون امبارح خرجوا، ما شفناش الكلام ده من زمان جدا. ربنا يديم علينا نعمه. انا عن نفسي يا كابتن مش عشان حاجه، ببارك لحضرتك من قلبي وببارك لاعضاء مجلس الاداره. احنا تعبنا كتير، فكان لازم نحتفل الاحتفال ده. يمكن دي اسرع حاجه ممكن تتعمل. استاذ جمال جبر فريق الاعلام وكل فريق الشباب بتاعنا، لجنه الشباب وكل الرجال، بشكرهم جدا جدا. وعايز قبل ما نبدا كلمه من كابتن محمود الخطيب، الاسطوره الاب الوحيد اللي كسب بطوله افريقيا في العيد ورئيس نادي. تحيه لكابتن محمود الخطيب بعد اذنكم. لو هستاذنكم طبعا الناس تقف كلنا تحيه ليه على اللي استحمله والمجهود على حال الفتره اللي فاتت. شكرا. شكرا يا شباب، شكرا. ممكن بقى نرتاح. شكرا. تفضلوا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يمكن مظاهر الفرحة موجودة في مصر كلها الحمد لله رب العالمين. جزء كبير جدا وشريحة كبيرة جدا جدا من أهلنا وإخواتنا وشعبنا فرحانين وسعداء. البطولة تستحق. احنا كمجلس إدارة مهمتنا ان احنا نحاول بقدر الامكان نوفر لكم كل الامكانيات، مش بس كرة القدم وجميع الالعاب الاخرى، وكمان اعضاء النادي ان احنا نحاول بقدر الامكان نوفر تطوير في كل منشآت النادي، تطوير في كل الالعاب الرياضيه في النادي، دعم كبير
النادي الاهلي يستحق ان يكون في هذه المكانه. المكانه اللي النادي الاهلي فيها الاجيال كلها ورا بعض هي اللي بتحافظ على المكانه دي. اجيال لاعبين واجهزه فنيه واداريه ومسؤولين، الناس كلها بتشتغل بحب، الناس كلها بتشتغل كأسرة واحدة، كعيلة واحدة، معاهم جماهير النادي الأهلي اللي هم دايما بيدفعوا العجلة دي. كل من ينتمي للنادي الأهلي بيشتغل بحب، وعشان بيشتغل بحب النادي الأهلي يعني في هذه المكانة. النادي الأهلي النهارده يمكن كلنا فرحانين جدا عشان بطولة عايزة جدا دخلت استرجعناها بعد فترة. كلنا فرحانين جدا بالبطولة دي، كلنا سعداء بيها. الناس كلها مبسوطة، كجمهور مبسوط الحمد لله رب العالمين، مسؤولين مبسوطين الحمد لله رب العالمين. أنا فرحان جدا بده، لكن أنا فرحان كمان عشان ولادنا اللاعبين. اللعيبة دي نوعيتهم كويسة، واللعيبة دي مواهب جامدة جدا، ولعيبة جامدة جدا. كنت نفسي إن هم يحققوا حاجة لنفسهم ولتاريخهم، يتكتب في تاريخهم. عشان كده أنا فرحان جدا ليهم، إن هم يستحقوا النهارده يتكتب في تاريخ كل واحد فيهم، إنه يعني البطولة دي تتكتب في تاريخه. بطولة أفريقيا والبطولات الكبيرة ودوري وكأس مصر ده كان ناقص الجيل ده. الحمد لله رب العالمين واتحقق. وأنا بقول لهم، أنا قلت لهم الكلام ده قبل الماتش، إننا أحفادك ولادك وأحفادك هيفخروا باللحظات دي. وانتوا تستحقوا ده، ان انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انتوا احسن لعيبه موجوده في القاره الافريقيه. انا يمكن مظاهر الفرحه دي انا بصراحه هم عارفين، زمايلي كلهم عارفين، فانا وما قالوليش، خلي بالكم ما قالوليش النهارده في ايه. انا مظاهر الفرحه قوي دي انا ما يعني مش بحبها قوي، عشان احنا دايما اللي بيفرح لازم يبقى عنده حدود. البطل اللي بيفرح لازم يبقى عنده حدود في الفرحه بتاعته. الحدود ان انا بكره، وده قدرنا يا جماعه، قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي المسؤولين، النادي الاهلي بلاعيبته، النادي الاهلي بجهازه التنفيذي كله. قدرنا ان احنا بنحقق حاجات انجازات كويسه، لكن ما تاخدش مني وقت كبير في الفرح، لان انت بكره عندك حاجه مهمه، بكره عندك بطوله ثانيه، فانت لازم من دلوقتي خلاص نقفل. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا سبحانه وتعالى، الف حمد وشكر ليك يا رب، لان ربنا كرمنا كرم كبير جدا جدا ونعمه كبيره جدا جدا بالبطولات دي. وكمان بهنيكم عشان بطوله الدوري، لكن لسه فاضل 3 حاجات مهمه جدا الموسم ده. الموسم ده فاضل فيه كاس مصر، فاضل فيه كاس سوبر، فاضل فيه ان شاء الله تمثيل تنافسي في كاس العالم للانديه. ما تنزلوش عن ده، انتوا في ايديكم تكتبوا تاريخ تاني. عندك رايحين تلعبوا ان شاء الله في كاس العالم للانديه مع فرقه كبيره النادي الاهلي. خلي بالكم النادي الاهلي النهارده هو تاني فريق في العالم تحقيقا للبطولات القاريه. يسبقنا بس، بيسبق الاهلي بس ريال مدريد بس، واحنا بنقرب. ولازم ده الاجيال كلها بتسلم بعض. عشان كده مهم جدا يا رجاله. خلاص بكره بنقفل الصفحه ديت. النهارده خلاص نروح بيوتنا ننام. بكره في بطوله جديده، بكره في حياه تانيه، بكره في ناس هتطالبكم ببطولات تانيه. انتوا تقدروا تعملوا ده، تقدروا تعملوا الكلام ده. ولو ما كنتوش تقدروا ما كناش احنا هنقول لكم الكلام ده. عشان كده رجاله مره تانيه الف مبروك. وانا متاكد ان نوعيه اللعيبه اللي موجوده دي عارفين قيمه النادي الاهلي، وعارفين قدر النادي الاهلي، وعارفين ازاي هيظبطوا نفسيهم ان نخلص خلاص من اليوم ده. يخلص بكره يوم جديد، بكره بطوله جديده، بكره امل جديد، بكره تاريخ جديد هيتكتب. وده بقت مسؤوليتكم، وده قدركم. اسعاد جمهوركم ده اللي انتوا شفتوه في مصر
الكلام ده ما حصلش من سنين. البطوله دي غايبه من سنين. اللي شفتوه امبارح في كل محافظات مصر هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. وهو ده مصدر السعاده. عشان كده انتوا مطالبين انكم تسعدوا جمهوركم دايما. مطالبين بده وانتوا تقدروا تعملوا ده. انا تاني بشكركم جدا. كمان مستر موسيماني وكل التيم بتاعه. عايز الحقيقه اقول لكم حاجه يمكن ما قلتهاش خالص قبل كده. لما فكرنا في مستر موسيماني اللجنه بتاع التخطيط، انا الحقيقه كنت بكلمه وعرضت الموضوع على اللجنه. فقلت له مهمه صعبه. عمرو تعالى جنبه وترجم له. يمكن انا لما اتكلمت مع مستر موسيماني الفكره جت. خلي بالكم النادي الاهلي كلنا بنشتغل مع بعض سواء جوه النادي ولا بره النادي. يعني في مثلا قيمه كبيره موجوده كانت معانا زي كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل انا برضه بعد ما قعدت مع اللجنه ووصلنا للمفهوم ده جبت كابتن طه وقعدت معاه واتكلمت معاه. وكان برضه مرحب جدا بوجود مستر بيتسو موسيماني. لما كلمته قلت له الظروف صعبه. انت جاي في ظروف صعبه. انت تعرف لعيبه الاهلي كويس وتعرف لعيبه افريقيا كويس وتعرف الملاعب اللي في افريقيا كويس وتعرف الجو الافريقي كويس. ده كله بالنسبه لنا هيبقى هتسهل مهمتك. لكن المهمه صعبه جدا لان حجم النادي الاهلي كبير جدا وحاجه قيمه كبيره جدا وداخل على نهايه دوري وداخل على كمان ادوار نهائيه في بطوله افريقيا. الرد الاولاني منه طمني. قال لي يا كابتن انا جاي وعارف ده وانا جاي عشان البطوله دي. بالظبط كده. قال لي انا جاي عشان البطوله دي وجاي عشان كاس العالم للانديه. وانا ان انا اشتغل في النادي الاهلي ده بالنسبه لي انا عارف قيمه الاهلي كويس جدا. فانا بشكره لاخلاصه في عمله هو الاستاف بتاعه كله. اخلاصهم في العمل وانهم بسرعه جدا اندمجوا وبقوا جزء من النادي الاهلي. وبقى بيعرفوا يعني ايه حب النادي الاهلي. مش بس كلام، شغل. والناس بتشتغل زي ما اللعيبه بتشتغل. عشان كده انا بشكر اللعيبه جدا لانهم كلهم بيشتغلوا بحب. كل واحد فيهم بيشتغل بقيمه وبحب للنادي الاهلي وهو عارف هو موجود فين. موجود في اي مكان. النادي الاهلي هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصنع اللعيبه. مفيش لعيب بيصنع النادي الاهلي. هو اللي بيصنع اللعيبه. هو اللي فضله على كل اللعيبه. من يوم ما اتنشأ النادي الاهلي لغايه النهارده من 1907 اي اسم شهره السبب فيه النادي الاهلي. مش انا بطل الابطال، لا. النادي الاهلي. اي واحد مش في النادي الاهلي ما اعتقدش انه ممكن يصل لهذا الامر. عشان كده مره ثانيه بهنيكم. وبرضه مش عايز الحقيقه انسى مستر فايلر المدير الفني السابق ودوره في بطوله افريقيا وبطوله الدوري العام. هو ده النادي الاهلي يا رجاله. خلاص النهارده خلاص. جازيك يا محمد يا مرجان. انت ربنا يجازيك يعني مش عارف ادعي عليك يعني ولا ايه؟ زفه وبتاع. ايه يا عم احنا في الف مبروك يا رجاله. بكره يوم جديد. بكره يوم جديد وتاريخ جديد هيتكتب. ربنا يوفقكم باذن الله. ووفقنا جميعا لخدمه جماهير واعضاء النادي الاهلي. بشكركم جدا. شكرا يا كابتن. طبعا كلنا سمعنا الكلام. كابتن خطيب رئيس النادي قال كلمته. احنا هنفرح النهارده بس فبنستأذنك في ساعة واحدة بس يا كابتن هنفرح عشان بعد كده مش هنفرح غير بعد كاس مصر وغير بعد السوبر الافريقي ان شاء الله. فساعة واحدة بس من حقكم كلكم تفرحوا فيها ان شاء الله باذن الله.